بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم مع الجديد في الغزل والنسيج. في 7/11/2022 الدكتورة سماح الريس تحت إشراف الدكتورة فوقية الحبيبي أساتذة في هندسة المنصورة قسم غزل ونسيج نشروا بحث مهم جدا عن خاصية مهمة، وهي خاصية الراحة في أقمشة التريكو، واستخدموا خيوط متعددة، مجموعة عدة خيوط بطرق غزل مختلفة، وشافوا وقالوا ما هي أفضل الخيوط اللي أنا أقدر أحصل على راحة في الملابس عموما. استخدموا أقمشة، صنعوا قماش تريكو على مكنة تريكو المستطيل. طيب بالنسبة للراحة، الراحة دي مهمة جدا في الأقمشة. هناك نوعين من الراحة أو من خاصية الراحة، نوعين: يا إما تبقى راحة ميكانيكية وديت المصانع اللي هي بتصنع الأقمشة الرياضية بتهتم بهذه الخاصية، وعندنا راحة حرارية. الراحة الحرارية دي أكتر، الإنسان زي ما احنا قلنا لو مش لابس هدوم أو ملابس مش مرتاح فيها مش هيحصل. الخاصية الميكانيكية طبعا بتحصل على شد الأقمشة الرياضية، شد وجذب، أنا عايز القماش أو الخيوط بترجع لوضعها الطبيعي، فدي خاصية ميكانيكية. خاصية حرارية إن القماش يعمل هيت بالانس، يعمل اتزان حراري، أو بيقولوا عليها ميتابوليك ريت. عموما الأقمشة بالنسبة في الراحة الحرارية مهمة جدا، لأن القماش بيبقى ما بين عوامل داخلية زي الجسم، وفي عوامل خارجية زي مثلا الرطوبة وزي درجات الحرارة المختلفة. فالقماش لازما يعمل عملية اتزان حراري، هيت بالانس. طبعا جسم الإنسان بيطلع حرارة الإنسان أصلا الطبيعية 37 درجة مئوية. في بقى عوامل خارجية زي الرطوبة، زي درجة الحرارة اللي موجودة في الخارج. فلو القماش ما عملش اتزان، الإنسان مش هيحس أصلا براحة، هيحس اللي هو دايما متنرفز، هيحس اللي هو مش مرتاح في حاجات كتيرة جدا. بعض الخواص المهمة اللي هي سيرمال اللي هي الراحة الحرارية. الدكتورة بقى سماح الريس فكرت في فكرة وقالت ايه هي الخيوط اللي اقدر اصنع منها اقمشة تريكو واحصل على خاصية الراحة، سواء راحة حرارية او راحة ميكانيكية. فسألت سؤال لنفسها: ما هو افضل خيط يمكن استخدامه لأقمشة التريكو للحصول على الراحة الحرارية والراحة الميكانيكية؟ ومن هنا بدأ بحث الدكتورة سماح الريس. بدأ البحث ازاي؟ استخدام الخيوط الجديدة. الأخضر اللي موجود ده اللي حضراتكم شايفينه ده عبارة عن اللب، الأبيض اللي موجود ده عبارة عن الكوتنج أو الألياف الموجودة عليه. فصنعت خيوط بطرق غزل متعددة. استخدمت طريقة الغزل العادي اللي هي الرينج سبان يارن زي بقى الطريقة بتاعتنا العادية، واستخدمت اللي هي طريقة غزل الكور سبان يارن. يعني ايه الكور سبان يارن عموما؟ ديت رسمة حول ماكينة الكور سبان يارن. الأخضر ده المبروم الروفنج بتاع خيط او تكنولوجيا الغزل العادية زي القطن العادي. الاحمر ده اللي هيبقى العصب اللي موجود، العصب او اللي هو داخل، تخيل كده داخل الخيط، داخل المقطع. فالخيط اهو الاخضر ده بقى اللي هي الالياف اللي حواليها، الاحمر ده اللي موجود في النص ده هو العصب، سواء بقى ليكرا سواء بوليستر. هنشوف هي عملت ايه الدكتورة سماح. يبقى اول حاجة استخدمت خيوط عادية خالص، غزل عادي، رينج سبان يارن عادي، واستخدمت الكور سبان يارن. العصب حطت دول كور، حطت خيطين في العصب الاحمر اللي انتوا شفتوه ده اللي هو موجود في داخل الخيط، حطت خيطين. حطت كمان تراي كور يارن، استخدمت 3 انواع من الخيوط في عصب الخيط.
تعالوا بقى عشان منتوش، يبقى استخدمت غزل عادي رينج سبان يارن، استخدمت الاستيك كول مع ليكرا، حطت ليكرا في العصب، استخدمت بوليستر برضك في العصب، استخدمت ليكرا مع بوليستر، استخدمت ليكرا مع ليكرا مع بوليستر في العصب. يبقى ديت الخمس انواع من طرق الغزل اللي استخدمتهم. طيب الاخضر بقى الكوتنج اللي هي حوالين العصب، استخدمت مرة قطن 100%، استخدمت 50% قطن و50% موديل، استخدمت 50% قطن مع 50% تنسل. يبقى ديت هي ايه الملخص. يبقى دوت العصب اللي هو الموجود الاخضر ده، حواليه بقى ايه الالياف. العصب اللي موجود دوت سواء مثلا حطت بوليستر مع ليكرا، حطت ليكرا مع ليكرا مع بوليستر. الالياف البيضة دي استخدمت قطن 100%، استخدمت 50% قطن 50% موديل، استخدمت مرة 50% قطن 50% تنسل، ونتجت خيط 10:1. وكانت الليكرا المستخدمة 78 دي سي تكس. نشرح اكتر عشان نفهم اكتر. ديت اللي هي الشكل بتاع مكنة كور سبانير. ده الروفنج دوت اللي هي ايه الالياف اللي هتبقى حول لب او حول الخيوط اللي موجودة في اللب. الالياف ديت اللي هي الروفنج ده، مرة نستخدمه 100% قطن، مرة نستخدمه 50% قطن و50% موديل، مرة هنستخدمه 50% قطن و50% تنسل. يبقى الروفنج ده او المبروم ده يا اما قطن 100% يا اما مخلوط قطن مع موديل يا اما قطن مع تنسل. طيب حطت بقى في العصب الاحمر اللي انا بكتبه ده مرة بوليستر، مرة ليكرا مع بوليستر، مرة ليكرا بس، مرة ليكرا مع بوليستر، ونتجت خيط كام 10:1. خلي بالك بقى، يبقى الالياف تخيل في قلم وحواليه شعر. الشعر بقى المستخدم ده مرة هنستخدمه قطن 100%، مرة هنستخدمه 50% قطن مع 50% موديل، مرة 50% قطن مع 50% تنسل. يبقى تخيل في قلم ده العصب وحواليه الالياف الشعر. طيب طرق الغزل اللي استخدمته، مرة غزل عادي خالص قطن 100%، مرة 50% موديل 50% تنسل بدون عصب. استخدمت في العصب بوليستر، استخدمت مرة في العصب ليكرا مع بوليستر، استخدمت ليكرا بس في العصب، استخدمت 3 خيوط في العصب اللي هي التراي كور يارن، وديت حاجة جديدة جدا. استخدمت ليكرا مع بوليستر. يبقى ديت الخمس طرق بتاعة الغزل. فالتلاتة عصب بيسموها تراي يارن عشان تفهم اكتر. 3 خيوط في العصب، 2 في عصب الخيط، يبقى دول اللي هي مثلا ليكرا مع بوليستر. وصنعت على مكنة الشتول أقمشة تريكو، وعملت بقى الهيت سيتنج تسخين، وعملت تبييض، وعملت صباغة، وعملت تجفيف، وطلعت منها. كان حتى القماش لونه أخضر جميل جدا. فلقينا في البحث أو لقيت في البحث إن القطن مع التنسل أكتر متانة القطن مع التنسل. وطريقة الغزل اللي هي التراي كور اللي هي التلاتة اللي هي في العصب ليكرا مع بوليستر is best elongation، يعني أكتر إيه مرونة. طب ملخص البحث ده إيه؟ الأبحاث دي مهمة، الأبحاث ديت مهم. الملخص، لو حضرتك مصنع بتهتم بالملابس الرياضية، بتهتم بالراحة الميكانيكية، استخدم ألياف، ركز 50% قطن و50% تنسل مع طريقة غزل تراي كور يارن. يعني حط في العصب ليكرا مع بوليستر، هيتحمل بقى الشدد، هيتحمل رجوع الخيط لوضعه الطبيعي. طيب لو راحة حرارية، ودي المهمة، نستخدم ألياف اللي هي الكوتنج 50% قطن مع 50% تنسل بس كده مع طريقة الغزل العادية. يبقى راحة حرارية ودي المهم،
استخدم خيط مخلوط 50% قطن 50% تنسل، هتحصل على راحة حرارية. ده الملخص المفيد. ديت مكنة موجودة بالنسبة لمكنة الكورسبانير، الموجود دوت هو الروفينج اللي هو اللي فوق ده. تخيلوا اللي هو 50% قطن 50% تنسل. ده بقى اللي هو العصب دوت ليكرا اهيت بتتحط فيه العصب. انا بس بديك صورة تتخيل مكنة الكورسبانير. يبقى الموجود الرفيع دوت هو العصب، سواء بقى ليكرا، سواء ليكرا مع ليكرا مع بوليستر، سواء بوليستر بس، سواء ليكرا مع بولي استر. لكن احنا طلعنا في حاجة مهمة، ودي المهمة: خيط المخلوط 50% قطن مع 50% تنسل افضل انواع الخيوط في الراحة. في حاجة بس مهمة: الموديل ده بيتصنع من شجر الزان، التنسل بيتصنع من شجر الكافور.